ونفس البرنامج اللي خسرت فيه يحقق لي دخل اكتر من 10,000 دولار. ويلا بينا وهوبا فوق وهوبا فوق. وسألت نفسي هو الناس دي بتكسب ازاي؟ ودي اكبر غلطة بيقع فيها اي حد لسه بيبدأ. انا اشتريت برنامج وبعته ب 250 جنيه وفشلت فيه فشل رهيب، وتدور السنين ونفس البرنامج اللي خسرت فيه يحقق لي دخل اكتر من 10,000 دولار. وقتها انا ما كنتش صاحب شركة ولا عندي تيم ولا افهم يعني ايه براند. كان كل شغل مقتصر على ان انا بعمل اعلانات لشركات، وكنت بس مجرد ميديا باير صغير. دخلت على موقع كود كانيو واشتريت برنامج واتساب سندر برو، وده مش عشان ان انا ابيعه، علشان العملاء الخاصين بيا. وبالصدفه شفت اعلانات كتير بتبيع نفس البرنامج وعليه طلب جامد في السوق، ورحت عملت بيدج على الفيسبوك وعملت اعلان رسائل وسعرت ب 250 جنيه، وقلت اهو نجيب تمن الاعلان ونبقوا مبسوطين ويلا بينا وهوبا فوق وهوبا فوق. واول 3 ايام رسائل بالعبيط وتعب وبيع بالعافيه. وسالت نفسي هو الناس دي بتكسب ازاي؟ ومهما قلل السعر مش ببيع ولا عارف اغطي تكاليفي، واحبطت احباط شديد ورميت الفكره واديتها ظهري وكملت حياتي عادي. والسنين عدت واكتشفت اخطاء القاتله، ان انا كنت مركز على المنتج فقط. ودي اكبر غلطه بيقع فيها اي حد لسه بيبدا، ان هو مش بيركز على الفاليو الحقيقيه ولا نقطه التحول اللي هتحصل للعميل لما يمتلك المنتج، ولا عمل عرض قوي يستحيل على العميل رفضه ويميزني عن اي حد بيبيع برنامج في السوق. واتعلمت صح يعني ايه عرض لا يقاوم، وايه هي اهم العناصر بتاعته، وازاي ابني سيستم حقيقي بشكل اوتوميشن من غير ما انا ارد ولا اتدخل. ورجعت للبرنامج مره تانية مش كبرنامج، ولكن بصيت له كسيستم وكسوليوشن وحل، مش مجرد اداه. وسالت نفسي سؤال مختلف المره دي، هو العميل لما يشتري البرنامج ده هيكون شخص تاني ازاي؟ هيوفر وقت؟ هيقفل بيعه؟ هيحل مشكله حقيقيه ولا لا؟ طيب ازاي ازود متوسط سعر الطلب الافريج اوردر فاليو علشان اطلع بره المنافسه اللي موجوده في السوق، واعرف ابيع باريحيه، واعرف اتحمل زياده التكلفه بتاعه الاعلان؟ وعملت عرض متكامل لا يقاوم علشان اسد كل احتياجات العميل، وعملت سيستم وفانل LTO عشان اعرف ابيع بشكل اوتوميشن وشكل سيستماتيك كامل، وعملت ازاله للاعتراضات الخاصه بالعميل كامله علشان العميل ما يكونش عنده حجه يقول لا للاوفر بتاعي خالص. طيب عملت الفانل كانت فيه سيلز بيج، وبعديها في تشيك اوت بيج، وابسل 1 وابسل 2. طيب كان في كام منتج؟ المنتج الاولاني كان الاوفر الاولاني كان ب $10، كان في بامب اوفر منتج مساعد ب $7، وكان في اول العميل لما بيشتري الاوفر ده بيدخل على صفحه الابسل 1 كان في منتج تاني ب $7، وبعدين لو العميل قال واشترى المنتج ده بيروح على الابسل 2 اللي هو كان سعره $47. لو العميل ما اشتراش الابسل ده خلاص احنا بنوجه له رساله الشكر. وهنا بالفانل ده وبالسيستم قدرت ان انا ارفع التوتال افريج اوردر فاليو بتاع العميل ل $17. قدرت انافس اي حد موجود في السوق عشان متوسط الطلب بتاعي عالي. وقتها السوق كان بيبيع 100 جنيه اي ما يعادل $2 ومش عارف يبيع اصلا، وانا متوسط الاوردر عندي $17 والمبيعات عندي رهيبه. واللي فرق معانا مش البرنامج ولا السعر، اللي فرق حاجتين بس، هو العرض الذي لا يقاوم والسيستم. لو بتبيع اونلاين ومش عارف ليه غيرك بيكسب وانت لا، راجع السيستم، راجع العرض، مش المنتج خالص. استنوني في اللي جاي. انا احمد الكشكي.